السلام عليكم أعزائي المتابعين في مصر والوطن العربي الكبير، كل عام وحضراتكم بخير. سؤال مهم بتسأله لنفسك أول ما تبدأ بالتعامل مع العجول، وهو كام كيلو تبن أضعه للعجل في اليوم؟ صحيح التبن مادة مالئة، مادة رخيصة الثمن إلى حد ما، إلا أنه متحكم هام جدا في معدل التحويل اليومي للعجول، زي ما هنوضح لحضراتكم الآن. يعني مش العلف بس هو المسؤول عن التحويل، لا ده التبن كمان هو مسؤول عن التحويل. علشان ندخل في الفيديو على طول ونكلمكم عن التبن وقش الرز والكميات اللي بنضيفوها وطريقة الإضافة، لابد انك تعرف اولا ان المادة المالئة لا تحسب بكيلو بالنسبة لكل عجل. بمعنى اني ما اقدرش اقول لك حط للعجل ده 2 كيلو، حط للعجل ده 1 كيلو بكمية ثابتة بالنسبة للمادة المالئة التبن او قش الرز. انما بنحسبها ازاي؟ والطريقة دي احنا خدناها بالخبرة وشغل السنين في وسط التعامل مع العجول وقياسات التحويل. انك بتضع العلف صباحا، نصف كمية العلف صباحا مع كمية تبن وليكن متوسطها كيلو للرأس في اليوم، تمر بعد نص ساعة من وضعك للعلف مع التبن للعجل، سواء كان العجل مربوط اديك هتحط له العلف بتاعه والتبن بتاعه مرة واحدة، او لو العجل سايب اديك تضع التبن كله والعلف كله للعجول كلها مرة واحدة. إذا بعد نص ساعة وجدت إن العجول بتاعتك خلصت العلف والتبن، يبقى العجول دي ما زالت جعانة وما خدتش كفايتها من المادة المالئة، وده هيلخبط لك عملية التحويل. الحل إنك ما تزودش علف ولا حاجة، ولكن تزود كمية التبن بمعدل نص كيلو في اليوم للرأس. ببساطة شديدة، أنت قمت الصبح عندك 10 عجول، هتعاير 10 كيلو تبن وتضع عليهم كمية العلف اللي انت حاسبها لكل رأس. يعني لو 3 كيلو للرأس يبقى 30 كيلو علف. تلخبط الكمية دي مع بعضها وتحطها في الطوالة للعجول، وتيجي بعد نص ساعة تبص على الطوالة تشوف العلف والتبن خلصوا ولا لا. لو بعد نص ساعة لقيت الطوالة فضيت والأسفلت بتاع الطوالة هو اللي ظاهر، يبقى العجول جعانة. تاني يوم هتيجي الصبح تحط بدل كيلو للرأس هتحط كيلو ونص للرأس. بمعنى ال10 عجول احط لهم 15 كيلو تبن و30 كيلو علف بالميزان، واضرب ده مع بعض واحط للعجول، واجي بعد ساعتين بقى المره دي 3 اشوف العلف والتبن شرفوا على النهايه ولا لا. بمعنى ان لازم العلف ببساطه شديده ما يخلصش قبل ساعتين وما يزودش عن 3 ساعات قدام العجول. يعني تيجي تلاقي بقى قدام العجول شويه تبن خفيفه كده، معنى كده ان العجول اكلت وشبعت وباقي حاجات خفيفه. دي هي الطريقه المثلى الهامه لحساب كميه التبن كماده مالئه. وطبعا بنكرر الكلام ده اخر النهار، يعني لو العجل الصبح هياخد كيلو ونص هتحط له اخر النهار كيلو ونص وهكذا. افرض التبن غالي ومش متاح عندي وقدامي قش رز، لو انا هخلط العلف مع التبن لابد ان قش الرز يكون مدروس، يعني ايه؟ متقطع حتت صغيره زي تبن القمح. انما لو انا مش هعرف ادرس او اقطع قش الرز واللي عندي قش رز بلات، اعمل ايه؟ في هذه الحاله يبقى انا لابد ان اوفر كميه تبن لو صغيره قوي عشان اخلط عليها كميه العلف في حاله العجول السايبه، لان ما ينفعش احط العلف لوحده بس كماده مركزه قدام العجول السايبه، لان في عجول اكوله هتهجم تاكل كميه علف صغيره وعجول مش هتاخد خالص، ده يعمل لي مشاكل لا محاله. اذا لابد ان انا اخلط العلف والتبن في كل الاحوال، حتى لو كميه تبن صغيره بمعدل نص كيلو للراس، واكمل الماده المالئه بقش الرز. وده بيتم ازاي؟ انا مثلا عندي كميه تبن قمح قليله وعندي قش رز بلات وعندي 10 عجول احط لهم 3 كيلو الصبح و3 كيلو اخر النهار علف مركز، يبقى اروح معاير لل10 عجول 5 كيلو تبن قمح بالاضافه الى 30 كيلو علف مركز، واخلط الكميه مع بعض وافردهم قدام العجول علشان العجول تاكل كلها في وقت واحد،
وبعد كده باجي طبعا الاكل هيخلص بسرعه، اروح حاطط كميه قش الرز اللي تقعد قدام العجول مده لا تقل عن ساعتين ولا تزيد عن ساعتين ونص 3، علشان العجول الجعانه تشبع، وبالتالي تبدا عمليه الهضم في الكرش على اساس سليم. اذا قش الرز ينفع بديل جيد عن تبن القمح، ولكن بشروط زي ما قلنا لحضراتكم، ان لابد ان اخلط العلف قدام العجول السايبه. لو عجول مربوطه ما فيهاش مشكله، ممكن ما تخلطش العلف خالص، هتحط تبن العلف خام قدام العجول ياكلوا، وبعد كده هترمي لهم قش الرز. يعني لو انا عندي عجول مربوطه وما عنديش تبن خالص مفيش مشكله ابدا، احط العلف الخام قدام العجول زي ما هو كده، العلف المركز، وبعد نص ساعه هاجي امر على العجول واديهم كميه قش الرز اللي تكفي لعمليه الشبع. بالنسبه لحطب الذره يعني هو جيد، ينفع بديل للتبن ولكن مش بكميات كبيره. يعني على الاقل تخلط ربع الكميه او تلت الكميه حطب ذره مدروس. يعني لو انا عندي عيدان الذره الصفراء نشفت، خدت منها الكيزان وعندي الحطب وهدرسه وانعمه زي التبن، اضع نصف الكميه او ربع الكميه من حطب الذره والباقي تبن قمح. بالنسبه لتبن قصب السكر هو يبدو كقيمه غذائيه جيد، ويعني منطقيا يكون بديل كويس، لكن للاسف مع التجربه استخدمناه في الحلاب والتسمين ما كانش مردوده كويس. على الاقل برضو ما تزودش عن ربع الكميه تبن قصب سكر والباقي تبن قمح او قش رز. يعني البديل المباشر لتبن القمح وقش الرز بالنسبه لحطب الذره يحل محل جزء من الماده المالئه وليس كلها، وقصب السكر يحل محل جزء من الماده المالئه وليس الماده المالئه كلها. ارجو ان اكون اعطيت حضراتكم معلومه مفيده في هذه الماده العلميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.